عمرك سألت نفسك ليه القلب اسمه قلب والمال اسمه مال والدنيا اسمها دنيا؟ أسماء بنقولها كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة، لكن ما فكرنا في معناها العميق. فالليلة حنغوص في أصل الكلمات دي وحتتفاجئوا بالمعاني العظيمة الوراها. نبدأ بأهم حاجة جوانا وهي القلب. يتسمى قلب لأنه بيتقلب كثير، مرة مبسوط ومرة زعلان، مرة خاشع ومرة لاهي. الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه لنا بدقة عجيبة وقال: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليانا. عشان كده دائما بندعي وبنقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نمشي للحاجة اللي كل الناس بتجري وراها وهي المال. يتسمى مال لأنه النفس البشرية بتميل له وبتحبه، وده شيء طبيعي وفطري. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: وتحبون المال حبا جما. صدق الله العظيم. الفكرة ما في إنك تحبه، الفكرة في إنك كيف بتكسبه وفي شنو بتصرفه. فخلي بالك الميل ده ما يخليك تنجرف للحرام. طيب أبونا آدم عليه السلام ليه يتسمى بالاسم ده؟ لأنه يتخلق من أديم الأرض، يعني من ترابها وطينها، وده بيذكرنا بأصلنا المتواضع، كلنا من تراب. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. صدق الله العظيم. أمنا حواء اسمها جاي من حقيقة عظيمة، وهي إنها خلقت من كائن حي، وهو ضلع سيدنا آدم عليه السلام. هي جزء منه وهو جزء منا، وده بورينا عمق العلاقة والصلة بين الرجل والمرأة. القرآن الكريم بيشير للمعنى ده في قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. نجي للحتة اللي نحن عايشين فيها وهي الدنيا. تسمى الدنيا من الدنو والدناءة، يعني القرب والنقصان. هي قريبة مننا لكنها ناقصة وفانية مقارنة بالآخرة الباقية والكاملة. عشان كده ربنا حذرنا من الاغترار بها في قوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأخيرا قبلتنا الأولى ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى. يتسمى الأقصى لبعده عن المسجد الحرام في مكة. كلمة الأقصى تعني الأبعد، والاسم ده ذكر ربنا سبحانه وتعالى بنفسه في القرآن الكريم في بداية سورة الإسراء في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. شفتوا كيف لغتنا العربية عظيمة ومليانة أسرار؟ كل كلمة وراها قصة وحكمة، ولما نعرف المعاني دي فهمنا للحياة ولديننا بيزيد وبيتعمق. رزقنا الله وإياكم السعادة في الدنيا والآخرة، وما تنسوا تعملوا لايك وشير لو الفيديو عجبكم، ودمتم في أمان الله.